كلمة الحب. كلمة الحب هي كلمة كبيرة جدا في معناها، وبتأثر علينا تأثير إيجابي واضح في حياة كل واحد منا، حيث قيل في حديث النبوي: جلس الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام مع أصحابه رضي الله عنهم، وسأل مبتدئا بأبي بكر: ماذا تحب من الدنيا؟ قال أبي بكر رضي الله عنه: أحب من الدنيا ثلاث: الجلوس بين يديك، والنظر إليك، وإنفاق مالي عليك. سأل الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام: وأنت يا عمر؟ قال: أحب ثلاثة: الأمر بالمعروف ولو كان سرا، والنهي عن المنكر ولو كان جهرا، وقول الحق ولو كان مرا. وأنت يا عثمان؟ قال: أحب ثلاث: إطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام. وأنت يا علي؟ قال: أحب ثلاث: إكرام الضيف، والصوم بالصيف، وضرب العدو بالسيف. ثم سأل أبي ذر الغفاري: وأنت يا أبي ذر؟ ماذا تحب في الدنيا؟ قال أبي ذر: أحب في الدنيا ثلاث: الجوع، المرض، الموت. فسأل الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام: ولما؟ فقال أبي ذر: أحب الجوع ليرق قلبي، وأحب المرض ليخف ذنبي، وأحب الموت لألقى ربي. قال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: حبب إلى من دنياكم ثلاث: الطيب، والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وحينئذ تنزل جبريل عليه السلام وأقرأهم السلام وقال: وأنا أحب من دنياكم ثلاث: تبليغ الرسالة، وأداء الأمانة، وحب المساكين. ثم صعد إلى السماء وتنزل مرة أخرى وقال: الله عز وجل يقرئكم السلام ويقول إنه يحب من دنياكم ثلاث: لسانا ذاكرا، وقلبا خاشعا، وجسدا على البلاء صابرا. طبعا بعد ما سمعنا الحديث النبوي وهو بيتكلم عن الحب، وإن الحياة مش تنفع من غير حب، بس أنهي حب للحديث بيتكلم عنه؟ وهنسمع دلوقتي كمان أقوال الفلاسفة عن الحب، حيث قال أفلاطون: كل إنسان يصبح شاعرا إذا لامس قلبه الحب. كامل الشناوي: الحب جحيم يطاق، والحياة بدون حب نعيم لا يطاق. ويليام شكسبير: تكلم هامسا عندما تتكلم عن الحب. بالتالي كل واحد مننا نفسه يسمع كلمة حب يغير بيها حياته، لأن الحب تجربة إنسانية معقدة، وهي أخطر وأهم حدث يمر في حياة الإنسان، لأن له قدرة على تغيير حياة الشخص من الحزن للفرح، ومن السعادة للبكاء. كما أن الإنسان قبل الحب شيء، وعند الحب كل شيء، وبعد الحب لا شيء، ولكن شتان ما بين الحب الصادق والحب الكاذب. هناك فرق شاسع بينهم. كلنا نعرف أن الحب هو أحسن حاجة ممكن تحصل في حياة الإنسان، بس برضه ممكن تكون أسوأ حاجة تحصل في حياة الإنسان أما يكون الحب حب كاذب، حب من أجل مصلحة ما، حب من أجل الزهو والفخر، حب من أجل التسلية والتملك. كل هذا ليس بحب، ولا يقترب من الحب الصادق بصلة. وكثير منا يقع في مثل هذا الحب، ويساعده على هذا عدم الاختيار الجيد ونظرتنا إلى الأشخاص بشكل عفوي، يجعلنا ننخدع في كثير منهم، ونصدق كلماتهم ومشاعرهم المزيفة التي يقولون بأنها حب، ولكنها ليس بحب. كلنا نفسنا نعيش أحلى وأجمل تجربة في حياة الإنسان، وهي الحب، ولكن الاختيار الخاطئ لأشخاص يكذبون ويجرحون ويخدعون باسم الحب، هذا يجعل هذه التجربة أسوأ شيء ممكن يحصل في حياة الإنسان.